يا دكتورة احنا كنا بنعمل متابعة دورية وعملنا سونار وماموجرام على الثدي وطلع فيه تكلسات او مايكرو كالسيفيكيشن او بنسميها ترسبات الكالسيوم اللي ممكن نكتشفها صدفة بالماموجرام. دي بتبقى نوع من انواع الفايندنجز او العلامات اللي بنلاقيها في السونار والماموجرام وما بتبقاش مسببة اي اعراض على المريضة تماما، وبنلاقيها فبالتالي بنبقى محتاجين ناخد منها عينة لو هي suspicious microcalcification. يعني ايه؟ لو هي تكلسات مقلقة او فيها شك انها ممكن تبقى التكلسات دي مش حميدة. فلما بنلاقي الشكل دوت بيبقى الاتجاه الامثل ان احنا ناخد منها عينه، بناخد منها عينه بابره قطعه اللي بنسميها الترو كات بايوبسي، ودي الطريقه الاشهر والاصح لتحليل او لتشخيص الاورام في الثدي. بناخد هذه العينة ونحللها باثولوجي او بنحللها انسجة وبنبص على التقرير عشان نعرف ايه نوع التكلسات دي وهل هنتابعها ولا هل لازم تتشال او نعمل تدخل او طلع فيها ورم لا قدر الله، وساعتها هنكمل بقية الفحوصات عشان نشخصها. بتطلع العينة يا اما هتقول لنا ان ده ورم مش حميد اللي هو انفيزيف كارسينوما، ورم خبيث، او تقول لنا ان هو DCIS اللي هو مرحله ما قبل التحول او الخلايا النشطه اللي ممكن تقلب لكانسر وبنسميها المرحله 0، وده بيبقى خلاص ادتني تشخيص وبناء عليها ابتدي اتعامل. او بيطلع حاجه اسمها فايبرو ادينوزز او فايبرو فاتي تيشو وده حميد وما فيهوش مشكله. طيب هل اما التحليل بيطلع لي انه حميد وفايبرو ادينوزز او فايبرو فاتي تيشو او اللي هو نسيج من الثدي العادي ومفيش اي مشكله او مفيش خلايا سرطانيه، اطبق التقرير واقول تمام الف مبروك ممكن نروح؟ لا، لازم ابص في التقرير كويس جدا وابص في الوصف الميكروسكوبي للعينه، يعني شكل العينه تحت الميكروسكوب، هل كان في تكلسات او كالسيفيكيشن او ترسبات كالسيوم او لا. لو في اذا العينه دي ريبريزنتبل او ريلايبل يقدر يعتمد عليها وانها اخذت فعلا من جزء التكلسات اللي احنا شاكين فيه وتحلل وطلع حميد، ويبقى كده امان واطمن واقول لها خلاص التكلسات اللي عندنا حميده هنتابعها مش محتاجين نعمل ليها اي تدخل. طيب لو ما طلعش في الوصف الميكروسكوبي مايكرو كالسيفيكيشن او تكلسات، هل العينه دي كده اقدر اعتمد عليها واقول دي شخصت لي الحاجه اللي عندي؟ لا، لان التكلسات لم تمثل في العينه، مش ريبريزنتد عندي في العينه ومش متاكد او ما خدتش منها ومش متاكد ان كده التكلسات دي حميده، فبالتالي ما اقدرش اطمن المريضه واقول لها احنا تمام ونروح ونتعامل. لا خالص، لانها ممكن تطلع من النوع اللي هو مرحله 0 او ممكن تطلع اوريدي كانسر وانا كده ما شخصتهاش صح وما اديتهاش الفايده كامله. فيبقى مهم جدا ان انا ما اخدش النتيجه النهائيه اللي في التقرير وبتقول انها حميده ومفيش مشكله، لا لازم اراجع الوصف الدقيق واتاكد ان في مايكرو كالسيفيكيشن او في تكلسات في العينه او لا. في يبقى تمام، مفيش يبقى انا محتاج اشخص، يبقى كأن العينه دي لم تكن ولا احتسبها، وارجع ابص للاشعه تاني. لو لقيت التكلسات دي كبيره اقدر اعيد منها العينه فبنعيد العينه ونطلب ريبايوبسي. لو لقيتها صغيره فبالتالي احتماليه انها تبقى مزد او تفقد في عينه تانيه وارده. طب بنعمل ايه ساعتها؟ بنصح المريضه ان احنا الافضل من ان احنا نعيد العينه ان احنا نعلم التكلسات دي بواير او نحدد مكانها عن طريق جايد واير او سلك بنعلم بيه، وبنخش العمليات نشيل الجزء اللي فيه التكلسات ده ونحلله. طلعت حميده تمام، طلعت فيها مشكله، ساعتها بناخد التبعات العلاجيه على حسب النوع اللي طلع في الورم. يا رب اكون افدتكم. كان معاكم دكتوره ساره زيتون، استشاري جراحات اورام الثدي التجميليه. ما تنسوش تعملوا فولو وسبسكرايب عشان تعرفوا اكتر عن اورام الثدي.